إذا عرف السبب بطل العجب. وقصة النهاردة السبب فيها غامض ومش معروف، البيت المهجور وأصل الحكاية. لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. تتفق أو تختلف معايا لوجود عالم الجن، إلا إنه عالم حقيقي وموجود والبعض مؤمن بوجوده. قصة النهاردة بتبدأ في القاهرة وتحديدا حي رود الفرج سنة 1970. نرجع مع سناء بالتاريخ 5 سنين لورا، وتحديدا سنة 1965. الخطاب والعرسان بيبدأوا يخبطوا على باب سناء عشان يطلبوا قضيها، ومع كل عريس سناء بترفضه. والدتها بتلاحظ الرفض المستمر وبتسألها عن سبب الرفض. هل في شخص تاني في حياتك؟ بتصرحها سناء وبتقول لها إن في شخص اسمه أحمد معجب بيها، وهي كمان بتبادله نفس الإعجاب ده. لكن سناء متخوفة إنها تفتح والدها في الموضوع ويرفضه. والدة سناء زي أي أم عايزة تطمن على بنتها وتفرح بيها. راحت كلمت والد سناء وقالت له على العريس ده، رحب بالموضوع وقال لها يجي يتقدم في أي وقت، وحددوا الميعاد وجي أحمد فعلا حسب الميعاد وتقدم. لاحظ والد سناء إن أحمد جاي لوحده ومعهوش أي حد من أهله، فكان من الطبيعي إنه يسأله والدك ووالدتك فين، أو أهلك أو خالك أو أي حد من قرايبك. أحمد بيرد عليه وبيقول له أنا ماليش أي حد، ووالدي مات وأنا لسه سني صغير، ووالدتي هي اللي ربتني. بس بعدها بفترة والدتي تعبت وراحت قعدت في البلد عند أهلها، ومن ساعتها وأنا معتمد على نفسي وبشتغل وبكون نفسي لحد ما بقيت تاجر أقمشة. وباللي أحمد حكاه ده والد سناء حس إن هو فعلا راجل ويعتمد عليه، وإن ده الشخص المناسب لبنته. وافق والد سناء بشكل مبدئي وتمت الخطوبة، وبعدها تم الجواز. والحياة ما بين أحمد وسناء كانت حياة في منتهى السعادة. وبعدها بفترة ربنا أكرم أحمد وسناء ببنتهم محبة، عشان بعدها يدور في عقل سناء كذا سؤال كان لازم تسألهم لأحمد. هي والدتك ما جاتش في فرحنا ولا جت تبارك لنا ولا جت حتى لما احنا خلفنا، ايه السر اللي انت مخبيه عليا ومش عايز نعرفه؟ احمد في الوقت دوت اتضايق منها شويه وقال لها ما فيش اي سر، كل الحكايه ان والدتي ست كبيره ما تقدرش على السفر من البلد لحد القاهره، حتى لو جت القاهره مش هتقدر تعيش في جو القاهره. ووعدها ان بنتهم لما تكبر شويه وتشد حيلها وسناء كمان تشد حيلها هياخدها وهيسافر عشان يعرفها على والدته. ولحد هنا احمد وسناء حياتهم مستقره وماشيه بشكل طبيعي، لحد ما بتعدي الشهور والسنين وتتم بنتهم محبه 4 سنين. وفي يوم من الايام وسناء واقفه في المطبخ كالعاده بتجهز الغداء قبل ميعاد وصول احمد جوزها، بتتفاجئ بان الباب بيخبط. في الاول بتظن ان احمد جوزها ممكن يكون جه قبل ميعاده بشويه عشان يتغدى ويرجع ينزل تاني. تفتح الباب عشان تتفاجئ ان قدامها ست لابسه عبايه سودا وبرقع ومش باين من ملامحها اي حاجه. بتسال الست اللي على الباب انت مين وعايزه مين؟ قالت لها انا خاله احمد ووالدته بعتاني عشان اطمن عليكم واطمن على حفيدتها. في الوقت ده سناء طارت من الفرحه ان اخيرا احمد جوزها ظهر له حد من قرايبه. بترحب بيها وبتدخلها البيت وبتقول لها احمد على وصول وانا بجهز الغداء، هتتغدي معانا النهارده واحمد هيفرح جدا لما يعرف انك جيتي. دخلت المطبخ مره تانية عشان تكمل الغداء اللي كانت بتعمله. في نفس الوقت محبه كانت موجوده بره مع الست العجوزه اللي خدتها وحضنتها وبدات تلعبها، وقالت لها ايه رايك لو جيتي معايا لعبتي بلعب اكتر من دي ولعبتي مع اولاد عمك؟ وطبعا بما انها بنت صغيره مش فاهمه اي حاجه ولا مدركه ايه اللي بيحصل فراحت معاها. وبعدها بدقايق بتخرج سناء عشان تجهز السفره وتحط الغداء، وبتتفاجئ ان الست العجوزه مش موجوده. بتدور عليها في الشقه كلها ما بتلاقيهاش. بتلاحظ ان كمان محبه مش موجوده. بتخرج للشارع بلبس البيت وهي زي المجنونة بتدور على بنتها وهي بتصرخ في كل مكان، لحد ما قابلت واحد من الجيران وسألته بنتي كانت مع ست عجوزة لابسة برقع اسود وعباية سودة. قال لها انا فعلا شفت الست دي بس كانت ماشية لوحدها ومعهاش اي حد. وبتفضل سناء تصرخ وتصوت وتدور على بنتها لحد ما اغمى عليها. الجيران خدوها ودخلوها جوه الشقة، وفي نفس الوقت بيوصل احمد جوزها اللي لقى كل الناس ملمومة في قلب الشقة عنده، ولما بيسأل فيه ايه ما بيفهمش من سناء اي حاجة، لحد ما في واحدة جارتهم قالت له انا كل اللي فهمته منها ان في واحده عجوزه جت قالت انها قريبتك وخدت بنتك واختفت. في الوقت ده احمد هو كمان دخل في حاله هستيريه وبدا يزعق ويشتم ويقول هي عايزه مني ايه وليه مش راضيه تسيبني. احمد بياخد سناء وبيروحوا لاقرب اسم شرطه عشان يحرر محضر بخطف بنته. ولما الضابط بيسال سناء عن مواصفات الست اللي خدت البنت ما عرفتش تجاوب عليه لانها ما لحقتش تشوف ملامحها او حتى تحفظها. ولما الضابط بيسال احمد عن مواصفات والدته ما بيقدرش يجاوبه لانه سايب والدته من زمن بعيد جدا، وقال له اكيد شكلها وملامحها اتغيروا وانا اصلا مش فاكر ملامحها. وقال كمان ان والدته مريضه نفسيه وبتاذي كل اللي حواليها. وهنا تتصدم سناء في احمد اول صدمه. ولما بيروحوا البيت كل واحد فيهم بيلقي اللوم على التاني ان هو السبب في ضياع
تضيع بنتهم. لكن أحمد للحظة فعلا بيتيقن إنه لو كان صارح سناء بكل حاجة كان زمان بنتهم موجودة معاهم. بيبدأ يطمنها وبيقول لها ما تقلقيش، إن شاء الله محبة هترجع تاني. لكن بتعدي الأسابيع والشهور، وفي خلال الفترة ديت سناء كانت بتعاني من كوابيس، أو بمعنى أصح كابوس واحد هو اللي بيتكرر معاها. وفي الكابوس ده كانت بتشوف نفس الست اللي ببرقع أسود بس فاتحة بق بنتها وبتحط فيه طوب وزلط. وسناء في الحلم كانت متأيدة من إيديها ورجليها وعمالة تصرخ وتقول لها سيبيها، وفي نفس الوقت مش قادرة تروح لبنتها. والكابوس والحالة النفسية تطورت لمرحلة الهذيان، لدرجة إن سناء كانت بتكلم بنتها اللي مش موجودة معاها في البيت وبتقعد وبتلعبها. وكل ده أحمد شايف اللي بيحصل ومش قادر يعمل حاجة، لحد ما بيجي في يوم الباب بيخبط مرة تانية. لكن المرة دي الست اللي بتيجي ما بتكونش لابسة برقع وبيكون وشها مكشوف. وبتسألها سناء وأموريني أنت عايزة مين؟ قالت لها أنا عايزاك أنت. دخلت وقفلت الباب وقالت لها أنا أم أحمد. سناء بتمسك فيها وبتقول لها أنا مش هسيبك غير لما قريبتك تجيب بنتي اللي خطفتوها. قالت لها اهدي، لأنك لو عملتي أي حاجة أو أحمد عرف إن أنا جيت هنا مش هتشوفي بنتك تاني، بس ممكن أرجع لك بنتك بشرط واحد. قالت لها أنا عندي استعداد أنفذ أي حاجة تأمريني بيها، بس بنتي ترجع لي مرة تانية. قالت لها أنا ماليش غير طلب واحد، غير إن أخش أوضتكم لمدة دقيقتين وتسيبيني فيها وهخرج لك تاني. وهنا سناء ما كانش عندها أي اختيار غير إنها توافق. وفعلا دخلت أم أحمد الأوضة وخرجت مرة تانية واديتها ورقة مكتوب فيها عنوان. قالت لها العنوان ده تيجي لي فيه النهارده بالليل، ولما تيجي هتاخدي بنتك. وفعلا بتستنى سناء لحد ما أحمد يجي آخر اليوم وياكل وينام، وبعدها نزلت راحت على العنوان اللي كان مكتوب في الورقة. والعنوان ده كان في حتة تقريبا شبه مقطوعة وما فيهاش أي حد، لحد ما قابلت راجل كبير وقالت له أنا بدور على واحدة اسمها أم أحمد. قال لها مفيش أي حد ساكن هنا بالاسم ده غير واحدة بس، أم أحمد العرافة. ودي كانت تاني صدمة، إن أحمد خبى عليها إن أمه كانت عرافة، أو بمعنى أصح دجالة. شاور لها على البيت اللي راحت عشان تخبط على بابه وتتفاجئ إن الباب أصلا كان مفتوح. بتزق الباب وبتدخل وبتلاقي إن الأرضية كلها مليانة عظم وريحة مفيش أي بشر يقدر يتحملها. بتسمع صوت بنتها وهي بتنادي عليها وبتتتبع الصوت عشان توصل لحد المكان اللي فيه الصوت، وتلاقي محبة بنتها تاخدها في حضنها عشان تخرج من البيت ده بأسرع وقت. وبتلاقي في وشها أم أحمد اللي بتقول لها ما ينفعش تخرجي، لازم تقعدي تشربي حاجة معانا. اتفاجئت سناء من جملة معانا لأن مفيش حد موجود غير هي وأم أحمد، عشان تلاقي جنبها راجل وست وشهم كان غريب وشاحب جدا. ولما سألت أم أحمد مين دول قالت لها دول سعاد وجوزها. قعدت سناء غصب عنها وهي متخوفة لكن مستنية اللحظة اللي تاخد بنتها وتمشي من البيت ده. أم أحمد في الوقت ده قالت لها أكيد بيدور في ذهنك أكتر من سؤال، أنا هريحك وأجاوبك على كل أسئلتك وأحكي لك الحكاية من أولها. قالت لها أنا ربيت أحمد بعد ما والده توفى ولحد ما كبر، علمته وصرفت عليه واشتغلت أكتر من شغلانة، لدرجة إن أنا كنت بشتغل في اليوم الواحد شغلانتين. اشتغلت خياطة وفي نفس الوقت اشتغلت خدامة في البيوت، لحد ما قدرت أحوش فلوس عشان ابني يأمن بيها مستقبله ويقف على رجله. وأول ما لقيت فرصة إن أنا أشتري عربية أكل لابني عشان يقف ويبيع بيها أكل ويكسب فلوس اللي هتأمن مستقبله، ما تأخرتش عنه، وكل الفلوس اللي كنت محوشاها اشتريت بيها العربية دي. واتفقت مع ابني إن العربية دي كل إيرادها هيكون ليه هو وما يصرفش على البيت اي حاجه. وفعلا احمد اشتغل وبدا يكسب وبدا يشغل فلوسه في تجاره تانية اللي هي تجاره الاقمشه، عشان يجي بعد فتره ويستعر مني ويقول لي مش كل لما زبون يخش لي يقول لي هو انت ابن ام احمد اللي كانت بتخدم عندنا في البيت؟ لو سمحتي امشي وابعدي عني وسيبيني في حالي. وفي الوقت ده عرفت ان ابني جاحد واستحاله هقدر اشيل الجحود ده من قلبه. مشيت وسبته، لكن ما قدرتش امنع نفسي من ان اعرف اخباره واطمن عليه من بعيد، لحد من فتره قريبه عرفت ان هو اتجوز وربنا رزقه بطفله صغيره. فحبيت ان انا اجي واخد الطفله دي عشان اقعدها معايا واخليها في حضني عشان اشبع منها ومن ريحه ابوها، وبكده تكوني عرفتي كل حاجه ودلوقتي تقدري تمشي. خدت بنتها ومشيت، ومجرد ما دخلت البيت احمد اتفاجئ بوجود محبه مع سناء. واول سؤال ساله لها عرفتي تجيبيها ازاي وكانت فين؟ قالت له كل حاجه حصلت معاها، وكان رد فعل احمد انه يضربها بالقلم ويقول لها لازم تيجي معايا اسم الشرطه عشان نعمل بلاغ. بيروح يحرروا محضر في اسم الشرطه، وسناء بتقول على المكان اللي كانت فيه محبه بنتها عشان تطلع قوه من الاسم وتروح للبيت اللي قالت عليه سناء. لكن بيتفاجئوا ان البيت بالكامل مهجور ومفيش اي حد ساكن فيه، حتى عفش البيت والبخور اللي كان والع في المكان ملوش اي اثر، وكأن البيت مهجور بقاله اكتر من 100 سنه. وفي الوقت ده ضابط الشرطه واحمد ظنوا ان سناء ممكن تكون الصدمه اللي تعرضت لها الفتره اللي فاتت هي اللي اثرت على اعصابها وعلى نفسيتها، وهي كمان اللي خلت سناء يتهيأ لها الحاجات اللي بتقول عليها. لكن لو فرضنا ان فعلا دي تهيؤات، فازاي سناء لقت بنتها ورجعت بيها مره تانية؟ بيروحوا بيتهم وبيخلص اليوم، وفي اليوم الثالث الباب بيخبط في نفس الميعاد. سناء بتسأل من ورا الباب مين، جاوبت عليها وقالت لها انا حماتك افتحي الباب. سناء خافت ورجعت خطوتين لورا، وبتتفاجئ ان ام احمد بتقول لها انت ايه اللي رجعك لورا؟ انت فكرك ان في حاجه ممكن تحوشني عنك؟
افتح الباب. من غير ما تحس سناء وكأن في حاجة بتحركها فتحت الباب ودخلت أم أحمد وأمرتها إنها تجيب طبق بلاستيك كبير ومية وبخور. جابت لها كل طلباتها وحطت أم أحمد المية في الطبق وولعت البخور وبدأت تقول طلاسم وتعاويذ مش مفهومة. وبعد ما خلصت وهي خارجة قالت لسناء أنا مش هخليكي تشوفي يوم حلو في حياتك. وبدأت سناء تشوف الكوابيس مرة تانية، لكن المرة دي بدأت كمان تشوف مع الكوابيس وهي صاحية أحمد جوزها على هيئة تعبان. وفي كل مرة كانت بتخاف منه وبتقول له ابعد عني. ولما بدأ الموضوع يتكرر أحمد شك إن مراته ممكن تكون بتخونه مع حد تاني، وده اللي خلى أحمد يتحول في معاملته تحول جذري ويبدأ يمد إيده على سناء بشكل متكرر ويضربها. لحد ما في يوم من الأيام سناء بتقرر إنها تنزل تتمشى لوحدها عشان تبعد عن جو التوتر اللي موجود في البيت، عشان وهي ماشية تسمع صوت حماتها وهي بتقول لها امشي قدامي من سكات وما تتكلميش. وفعلا سناء بتمشي وكأنها متساقة من حاجة بدون ما تشعر وبدون ما تتحكم حتى في رجلها عشان توصلها لنفس البيت المهجور اللي راحت فيه أول مرة. ودخلت جوه البيت وسابتها وقالت لها شوية ورجعلك. لما اتأخرت أم أحمد عليها فكرت إن هي تقوم وتخرج من الباب عشان تتفاجئ بالراجل اللي كان موجود في أول مرة واقف قدامها واعتدى عليها. وأثناء اعتدائه عليها أغمى عليها وقامت لقت البيت فاضي ومفيهوش أي حد. خافت تروح البيت وتحكي لجوزها اللي حصل فيضربها مرة تانية، فقررت إن هي تروح لأهلها. وبعدها جه أحمد عشان يصالحها وياخدها للبيت. وهنا بدأ أحمد هو كمان يتغير مع سناء. ومجرد ما دخلوا البيت أحمد قطع لسناء الهدوم اللي كانت لابساها وكتفها في السرير وبدأ يكتب على جسمها طلاسم عجيبة ومش مفهومة. وبعد ما كتب الطلاسم ديت كأنه كان بتخدر اعتذر لها وقال لها أنا معرفش عملت كده ليه. والموضوع ده اتكرر أكتر من مرة. وهنا سناء اتأكدت إن في حاجة ممكن تكون معمولة لهم هما الاتنين، وأكيد اللي عامل الحاجة دي حماتها أم أحمد. بتروح لشيخ في المنطقة وأثناء ما كان بيرقيها وبيقرأ القرآن أغمى عليها. وبعد ما فاقت الشيخ قال لها إن الجن اللي ساكن جوه جسمك قال إنه مستحيل يطلع من جسمك إلا بإبطال العمل اللي معمول لك ومدفون جوه بيت مهجور. وهنا الموضوع مش محتاج تفسير بالنسبة لسناء، لأن البيت المهجور أكيد هو البيت اللي راحته مرتين. عشان تقرر سناء في الوقت ده إنها تروح البيت عشان تطلع العمل بنفسها، وتروح فعلا وتبدأ تدور في كل حتة في البيت وتحفر الأرضية عشان تطلع العمل، لكن للأسف ما بتلاقيش أي حاجة. وفي الوقت اللي سناء بتفقد فيه الأمل وبتقعد على الأرض عشان تسند راسها على حيطة، بتكتشف إن الحيطة ديت مليانة شقوق وجوه كل شق عمل باسم حد مختلف. طلعت كل الأعمال اللي موجودة واللي كان من ضمنهم العمل اللي معمول لها، وقررت إنها تولع فيهم كلهم عشان تنجي نفسها وتنجي الآخرين. وبكده تنتهي قصة سناء وتختفي الست العجوزة من حياتها. إلا الله أعلم هل هي فعلا كانت أم أحمد ولا دي كانت مجرد روحها وبتنتقم من جحود ابنها. وزي ما قلت في الأول تتفق أو تختلف معايا لوجود عالم الجن ده مش معناه إن هو مش موجود، لأنه فعلا موجود وكتير جدا مصدق بوجوده. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان. سلام.